حقيقي وصفة فراخ ما باستغناش عنها. عارفين لما يكون عندكم مشكلة ان انتوا ما بتحبوش الفراخ مسلوقة ومتحمرة؟ انا عندي المشكلة دي، بس في نفس الوقت عايزة الشوربة بتاعتها. طب نعمل ايه؟ تعالوا بقى اعرفكم ازاي تعملوا الفراخ الخطيرة دي بتتبيلة خطيرة وهي مسلوقة وبشوربتها، واعرفك ازاي تعملي احلى شوربة. بصي، هقولك كل الخطوات، بس اهم حاجة لو اول مرة تشوفوني، انا نانسي سمير ودي قناتي. متنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة، ويلا بينا نبدأ الفيديو على بركة الله. اول حاجة بقى هننزل بزيت وسمنة. طبعا بنسيح الزيت والسمنة، اي نوع زيت واي نوع سمنة. انا بستخدم زيت كريستال وسمنة روابي، براحتكم برضو. بننزل بقى عليهم بطماطم وبصل وفلفل، فلفل حامي، فلفل شطة، بيديله نكهة يا جماعة خطيرة. ومعايا حبهان، ورق لورا، وفلفل اسود. بنتبلهم شوية مع بعض ونقلبهم كده. ممكن بقى تحطوا اي حاجة انتوا عايزينها. وبعدين ببدأ احط الفراخ. جماعة انا بشوح الفراخ الاول، في ناس مش بتشوحها، في ناس بتحط دي وبعدين تحط مية سخنة وبعدين تحطها في لا لا، الفراخ يعني تتشوح. الفراخ اتشوحت هتدوق احلى شوربة واحلى طعم. طبعا الفراخ بنسيبها تتشوح شوية، يجي 10 دقايق كده. وبعد ما اشوحها بنزل عليها مية سخنة، مية سخنة من الكاتل من اي حاجة براحتكم. وبغطي عليها بقى، بسيبها تغلي وتستوي نص سوا. وهي بتستوي بقى نبدأ ننزل نقطع بصل. طبعا احنا بنقطع خضار، شايفين الخضار اللي كان معانا في الاول كده. بنبدأ نقطع بصل جوليان كده او بطرنشات، بصوا بالطريقة اللي انتوا عايزينها، ما فيش اي مشكلة. انا كنت بقطع شوية كده وشوية كده. برضو معانا بنقطع طماطم، وبالراحة وانتوا بتقطعوا طماطم. المفروض واحنا بنقطع طماطم السن بيبقى الناحية التانية، بس الحمد لله يعني. ومعانا كمان فلفل، ممكن فلفل الوان، فلفل اخضر، بصوا براحتكم، بصوا عيشوا حياتكم بقى برضو بالتقطيع اللي الشكل اللي انتوا عايزينها. وزي ما انا قلت فلفل شطه، بصوا ده بيفرق في الطعم خالص، بيدي نكهه اصلا فظيعه. يعني بعيدا عن الشطه نفسها، الفلفل الحراق او الحامي بيدي طعم ونكهه خطيره يا جماعه. ببدا بقى احط توابل. معايا فلفل اسود، التوابل دي اختياريه على فكره، ممكن ما تحطوش الا فلفل اسود وملح، بس انا هحط الحاجات ديت يعني معايا. ومعايا صويا صوص، ومعايا معجون طماطم او صلصه، مفيش اي مشكله. وبصوا حته بقى بتوديها في حته تانية، ممكن برضه تستغنوا عنها، بحط كاتشب. التوابل زي ما انا قلت هي اختياريه، بس انا بحبها. يعني انت ممكن تستكفي بالملح والفلفل الاسود بس. معايا بقى بابريكا وتوم باودر وبصل باودر وكركم وكاري. تقريبا كده كفايه قوي، ممكن تزودوا اي حاجه براحتكم. طبعا قبل ما الفراخ تبدا تغلي، يعني قبل ما الفراخ تبدا تستوي نص السلقه، بنزود عليها ملحها. براحتكم لو انتم مش عايزين تزودوا على ملحها. وبندهنها من فوق كده كاتشب او صلصه، وبعدين بنحط عليها سمنه. المفروض بنسيب برضو ان الفراخ تهدى شويه في التتبيله، وبنغمسها كويس في التتبيله. بس انا للاسف ما كانش عندي وقت، فاضطريت ان انا اعملها سريعا سريعا يعني. بغطي بقى عليها ورقه فويل، ممكن برضو احط شويه فويل بس براحتكم. وبندخلها فرن بقى تعيش حياتها بقى في الفرن. وبعدين بتطلعها على الشوايه تشويها، هتاخد لون كده. وبتبقى يا جماعة في منتهى الجمال، في منتهى، انتوا اصلا شايفين شكل الفراخ عاملة ازاي، والصوص اللي معاها عامل ازاي، والبهاريز بتاعتها عاملة ازاي. بصوا تحفة، مهما احاول اوصف لكم ان الطريقة دي تحفة ازاي، مش هقدر اوصف لكم بجد. تحفة. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. ولو محتاجين مني اي حاجة اكتبوها لي تحت في كومنت. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.